أحييك لأنك توزع في حنك، تشيل هم بلادك وتنساه همك، بتمسح دموعك وتغطغط في دمعك، وتنسى الدريبة اللي بتمشي وكأن في الحقيقة بتاع الخميس حوالي الساعة 11 وصلنا بأنه هنالك وافدين من الطينة. الطينة دي تقع بين دارفور وتشاد، ثلاث عربات تندر تحركن، وفي عربية عطلت في الخلا مسافة 120-220 كيلو تقريبا من هنا، وبعدين 5 يوم قاعدين في الخلا. وصلنا هنا تعبانين شديد، حركنا عملنا إجراءاتنا، الحمد لله المستشفى قامت بدوره تمام وتم إسعافهم تمام الحمد لله، هسه كلهم بحالة جيدة. أجي في مرة أسأل كن يا أخ أناني وحلفت استقبلت المستشفى حالات بتاعت نزوح ما يقارب 46 مريض، ومنهم 11 طفل و13 من النساء، فيهم واحدة حامل وفي واحد أصلا وصل المستشفى متوفي. ونحن من هنا بنقدم صوت شكر كبير جدا جدا لكتيبة وغايد وكتيبة الأسود الحرة بقيامهم يعني مجهود كبير جدا جدا. هم اللي استلموا الناس ولقوهم في الطريق، ودائما هم في الصفوف الأمامية في القتال وفي عدم القتال ما شاء الله، وحامين حمى الغابة بل الولاية الشمالية والمشاركات الأخرى. الآن حالاتهم مستقرة، حالات بتاعت جفاف، في حالات بتاعت ملاري، في حالات بتاعت التهاب. بنقدم صوت شكر للمدير التنفيذي سيد محمد صابر لمحلية الدبة بقدومه للمستشفى والوقوف على الحالات، ووعد بكامل الدعم لهم. وصلونا هنا كان يعني حالتهم شوية كانت يعني صعبة، لكن الحمد لله قدرنا نعالج أغلب الحالات أو كلها وبلغوا العافية الحمد لله. ومن المستشفى جزء كبير يعني غطينا العلاجات، وشو برضو من العلاجات قامت به أو وفرته كتيبة الأسود الحرة وبقيادة القائد شاذلي. برضو نشكره، وأسرة مستشفى الغابة تشكره شكر كثير يعني على اللي قدموا لنا أمس. هنا إلى هنا الولاية الشمالية الغابة، وذلك من أجل مواساة أو المزيد من التحري في وفاة ابن الخال عبد الرحيم محمداي عبد الله آدم خاطر، وهو من ضمن الناس اللي كانوا جايين لهذه الولاية من الدينة السودانية. وفي الشارع حصل انقطاع للماء وآنوا في الشارع وتوفاه الأجل وبقى في رحمة الله. وجدنا الإخوة في الغابة ورحب بنا ترحاب حار جدا، ووجدناهم وقد قاموا بكل الإجراءات، وبدءا من الإخوة في الأسود الحرة، قائد الأسود الحرة الأخ الكريم أخونا الشاذلي، وقاموا بكل الإجراءات، وحتى أسعفوا الباقين اللي هو المرضى، وده كان كلهم يعني هم قاموا يعني كان لهم الدور الكبير في ذلك. وأيضا الإخوة في المستشفى بارك الله فيهم قاموا بالواجب اللي هو من أدوية ومن الدريبات وكل الأدوية المطلوبة قاموا بها جميعا، ونشكرهم شكر جزيل جدا. وأيضا لا ننسى أعيان المدينة أو أعيان الغابة، صراحة يعني أكرمونا وقاموا بالواجب وزيادة. وأيضا الإخوة في الإعلام اللي هو إعلام الأسود الحرة أيضا لهم الدور الكبير في تغطية هذا الحدث. أحييك لأنك
توزع في حنك اتحركت من فاشر من يوم 3/6. مرينا بشلة شيخ وقرنة ومشينا بفورما ومشينا بالسريف ومشينا بالتينة ومن تينة هو اتحركنا جايين لضبع. اتحركنا من يوم السبت، عندنا 5 أيام في الشارع، وال5 الأيام ده خيط الموية بقينا صعب شوية. في النهاية هو لحد يتوفى مننا واحد لحد ما وصلنا المستشفى ما شاء الله الحمد لله الناس يبقوا معانا. نشكر قائد كتيبة أسود الحرة والعدوية والأكل والحاجات دي اللي معانا، لاقونا في الطريق أنقذونا لحد المستشفى، وحتى الآن برضو واقفين معانا الحمد لله شاكرين كثير. ونشكر قائد شاجل السيد واقف معانا الحمد لله، نشكر شكر كثير. بيبيعوا الأماني وتزرع ورودك وتهديها تاني، فيكفيك تبسم تصهر بيئة ومعاناة من التعب والمشقة في هذه المناطق. مسافتنا بعيدة معنا أطفال وشفاء من هذه المنطقة، حرارة وبيئة صحراوية جافة. نذكر كتائب الأسود الحرة في هذه المنطقة، في منطقة دبة. الحمد لله رب العالمين لقوهم الناس الأسود الحرة وجابوهم هنا دخلوهم مستشفى الغابة. كل الناس شاركت وساهمت ووقفت لأنه في تقديرنا هم حتى الآن ضيوف بالنسبة لنا. الناس ساهموا الله يجزيه خير من حدنا جبرونا. شاكرين لكل الناس لكل القوات للإعلام في الغابة بأنه هم سادين السقوط. تشكل جمال الطبيعة المثالي بتصرخ بحب قد وريتك لنيلنا، تقول انتهيلنا نريد